كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الشهيد العظيم أبي سيفين شفيع كنيستنا. وقد إيه أنا ببقى فرحان جدا بوجودي معاكم في ليلة العيد، لأنه شعب كنيسة أبي سيفين وجنبيه طبعا الملاك وجنبيه طبعا المليحة وجنبيه طبعا مجيد الصادر وجنبيه طبعا كل اللي حوالينا، عشان بس أحسن حد يزعل. لا، هو شعب أبو سيفين بالمنطقة كلها بيحبوا جدا الكنيسة دي، وأنا أحب الكنيسة وغالي على قلبي جدا جدا. عايزين نتكلم في موضوع البر الذي في المسيح يسوع. وأنا حابب أشكر جدا 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 خدمة الكنيسة والآباء اللي كانوا بيحطوا الموضوعات، لأنه مش كتير بيتكلموا في فهم حقيقي للمسيحية. ساعات كتير بناخد موضوعات تطبيقية، موضوعات جميلة خالص، بس جميل قوي ان احنا واحنا بندرس العقيدة نشوف هنطبقها ازاي. حاجة جميلة خالص خالص ان انت تكون بتدرس وبتفهم المسيحية والعقيدة. بس يا حبيبي، بس يا ابني، انت ساكت، يعني سكتهم بعد اذنك الخدام، قول له اسمع، شكرا شكرا، حاضر حاضر حاضر. تعالوا النهارده نشوف موضوع في غاية الجمال والأهمية، وهو بر الله الذي في المسيح يسوع. الاسم كده قوي جدا، بس هو الحياة اللي احنا عايشينها هي المسيحية ببساطة. ما فعله المسيح من أجلنا أنه بررنا وخلصنا وقدسنا على الصليب. بس خلاص، امضوا بسلام، أنا خلصت الوعظ، بس كده. شفت الموضوع جميل إزاي؟ بر الله الذي في المسيح يسوع. هناخد موضوع 2 3 5 دقايق 5 دقايق 5 دقايق، وانتوا هتروحوا تذاكروه. بس تعالوا نبدأ القصة من الأول. الله خلق الإنسان على صورته في القداسة والبر، وكان الإنسان يحيا حياة مقدسة في الفردوس، وكان سعيدا جدا بالقداسة وهو مع الله في الفردوس. وجاءت الخطية فتشوه الإنسان وتدنست حياته، فأصبح محتاج للمخلص، محتاج للفادي، محتاج اللي يرجعنا للبر من جديد. سهلة؟ يروح ربنا يعمل ايه؟ تسمعوا عن ابراهيم، وتسمعوا عن نوح، وتسمعوا عن ويعقوب وابراهيم واسحاق. حاولوا يعيشوا البر، حاولوا يسلكوا مع الله بالناموس الطبيعي، بالطبيعة. ما كانش لسه في ناموس مكتوب، فكانوا يعيشوا بالطبيعة. فده نوع. وركزوا عشان هنسأل النهاردة. أنا اتفقت مع أبونا مايكل نعمل مسابقات، هنعمل مسابقات عشان انتوا شعب واعي وفاهم. في نوع جواه البر وجواه القداسة من ضميره ومن قلبه زي إبراهيم. ويقول كده: صار أخنوخ مع الله. كان نوح رجلا بارا كاملا. فكان في رجال حلوين في العهد القديم، بس الخطية جوه الإنسان شوهته. فيروح ربنا يعمل إيه؟ يا موسى، خد يا موسى لو حي الشريعة، خد لو حي الشريعة، وقول لهم لا تقتل، لا تسرق، لا تزني، لا تشتهي بالزور، واعمل 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 عشان تحاول تعيش القداسة والبر. فكانوا بيحاولوا يعملوا الناموس، بس للأسف بعد شوية وقت، وانتوا هتعرفوها على طول، بعد شوية وقت كانت الناس بتطبق الناموس حرفيا. فبقوا ايه؟ يعشرون النعناع والشبت والكمون وما يعملوش الوصايا. فظهر نوعين من الناس، والنوعين دول ما زالوا موجودين لغاية النهاردة. في نوع
بعيد تماما عن الوصية، بعيد تماما عن ربنا، بعيد عن الكنيسة، مسيحي بس بره الدايرة خالص، بره الكنيسة خالص، بعيد عنكم. تلاقيه بيمسك التليفون والحاجات دي، وتلاقي يدخل في المثلية وفي النجاسة وفي العلاقات وفي السرقة وفي النصب. فده النوع الأول اللي هو يرفض أصلا الوصية، كان زمان وما زال. طيب ده النوع الأول. أقرأ لكم عنه في روميا بيقول إيه؟ لأنهم لما عرفوا الله، احنا نتكلم عن النوع الأولاني وهنسأل، لما عرفوا الله إن ربنا موجود لم يمجدوه ولا شكروه، بل حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء، وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الناس، بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. عملوا لأنفسهم عبادات، عملوا لأنفسهم آلهة. تقول لي الحمد لله مش على عصرنا الكلام ده، عبادة الأصنام. لا، هقول لك استنى بس، هقول لك بس استنى لي بس. ده البتاع ده بقى يبوظ بيوت، أو البتاع السيجارة دي ولا القصة دي ولا الاستعباد لأي خطية ولا النجاسة. ده النوع الأول. فبيقول كده، اسمعوا النوع ده. هي بداية الوعظة صعبة شوية، البعاد عن البر، ويا ربنا يستر علينا ما نبقاش معاهم. بيقول كده ايه؟ اللي هم ما عندهمش ناموس، ما بيسمعوش، ملوش اب اعتراف، ملوش. يقول كده ايه؟ تركهم الله، اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. بعيد عنكم، تسمعوا في النت ولا تسمعوا في الحاجات دي ولا تشوفوا التيك توك ولا بتاع ده، وتلاقي عيال بتعمل حاجات عبيطة وحاجات كده ايه يا ولاد ده؟ خلاص، يفعلوا ما لا يليق. تقول لي ده الكلام المكتوب زمان في القرن الأول، أقول لك لا، ده في 23 اهو. في ناس تفعل ما لا يليق، يضرب مراته، يتخانق مع مش عارف مين، يلخبط مع ايه يعني، مش عايز اتكلم يعني. فأسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق، فاعلين الفحشاء ذكورا بالذكور. حاجات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس في القرن الأول سنة 50 ميلادية، تسمعوا عنها بعيد عنكم. ده النوع الأول اللي ترك البر ولم يسمع حتى للضمير الطبيعي اللي بيقول ده غلط، دي نجاسة، ده فعل غلط. رفضوا ذلك. بيقول كده الكتاب، لأنهم لما عرفوا الله لم يمجدوه أو يشكروه. ده النوع الأول. في النوع الثاني المتدين الشكلي، بيقول عنه الكتاب ايه؟ فأنت الذي تعلم غيرك. ده راجل بقى يعني حكيم، ده راجل. طب كان نتكلم على اليهود، يمكن حد فينا كده مدرس أحد ولا خادم في الحصة ولا كده. وأنت الذي تعلم غيرك ألست تعلم نفسك؟ الذي تكرز أن لا يسرق أتسرق؟ الذي يقول أن لا يزنى يا خادم أتزني؟ الذي تستكره الأوثان، يعني بتكره الأوثان، تقول لا الأوثان دي إيه ده، الناس الوحشة اللي بتعبد الأصنام، أتسرق الهياكل؟ الذي تفتخر بالناموس، أنا خادم. اسمعوا الكلمة الصعبة دي، أبتعدي الناموس تهين الله. ايه الكلمة الصعبة دي؟ احنا لما بنكسر الوصية، سمعتوا التعبير اللي بيقوله بولس الرسول؟ أبتعدي الناموس، مش عارف أقولها، مش عارف بولس قالها ازاي. أبتعدي الناموس تهين الله.
إن اسم الله يجدف عليه بسببكم. يقول له شوف الأخ ده، شوف المسيحي ده، شوف ده إيه ده، وفين ربنا اللي إيه ده، فين ده الخادم ده، ده أنت أعثرتنا يا راجل. ده النوع التاني. معلش هي البداية صعب البداية صعب. ففي نوع اللي بعيد عن الكنيسة، بعيد عن الإنجيل، وبعيد عن ربنا، وبيسلك سلوك حتى ضد الضمير والشريعة الطبيعية. واللي معاه الناموس، اليهود كسروا الناموس وأصبحوا بيعملوا الغسلات والتقديمات والعشور والبتاع، لكن قلبهم شرير. يا خبر، طب وبعدين ايه الظلمة دي؟ وصار العالم في ظلمة. الأمم بيعبدوا الأصنام وفي النجاسة، واليهود بيكسروا الناموس. فيجي القديس بولس الرسول بقى يقول كده: أما الآن، عشان تعرفوا بقى، أما الآن افرحوا يا مسيحيين، أما الآن فقد ظهر بر الله. ايه ده؟ نور تاني من جديد. أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس. ويقول كده: بر الله بالإيمان بيسوع المسيح. البر اللي هنتكلم عنه العشر دقايق اللي جاية دي، أنا قلت المقدمة خلاص، ده تلت هنتكلم عن البر اللي في الإيمان، وبعد كده نتكلم إزاي نتمتع بالبر اللي في الإيمان. بس خلاص 3 حاجات. البر الذي من الإيمان، إيمان ربنا يسوع المسيح. أنا مش حابب بس أقول لكم إن إحنا خلصنا كده 3 إصحاحات من روميا، يعني على آخر ربع ساعة كده هنكون خلصنا رسالة روميا كلها. هنفسر رسالة روميا دلوقتي، ونبقى عملنا درس كتاب. ضحكت عليكم. البر الذي من الإيمان نجيبه إزاي يا رب؟ قلب الإيمان بيسوع المسيح. طب ده في دور نعمله، يعني في حاجة ممكن نعملها. البر الله بالإيمان بيسوع المسيح، متبررين مجانا بنعمته بالإيمان. متبررين، نور النور يا حبيبي، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة. كنت أسف. بالإيمان. يعني يا رب الحال الوحش اللي احنا كنا فيه، النجاسة اللي كنا فيها، الخطية اللي كنا فيها، كسر الناموس ده، إهانة الله دي، الخطية دي، نقدر نتحرر منها. قال لي طبعا بالإيمان بيسوع المسيح، متبررين مجانا بنعمته. دي نعمة يا رب، دي هدية. متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي قدمه ربنا يسوع المسيح. يعني لما اجي اشوف الصليب وهو معدي كده في الزفة، ابص على الصليب واقول يا رب بصليبك بفدائك انت بررتني. بفدائك وبدمك يا رب انت بررتني. دي العقيدة نمرة 3. هنشوف ازاي نفرح بيها ونعيش بيها عشان يبقى العقيدة حياة، الدراسة حياة، بنقرأ الإنجيل حياة. متبررين مجانا، يعني ما حدش لينا في فضل لو سمحت. هو حد يفكر ان هو يعني عمل حاجة في الفداء؟ لا، متبررين مجانا بنعمته بالفداء. انت يا رب اللي قدمت الفداء، انت يا رب اللي قدمت صليبك، انت يا رب بدمك عملت كفارة عن خطايانا اللي كنا عاملينها. انت اللي شلت عني يا رب، انت اللي غفرت لي، انت اللي سامحتني. طب يا اخوة اتمتع بده ازاي؟ كلمة السر بالإيمان. بالإيمان. في حاجة مهمة خالص، تقول لي احنا اتولدنا من أب وأم
وارثين الخطية، الخطية الجدية، لأنه بيقول كده من أجل ذلك في روميا 5 إنما كذلك كأنما بإنسان واحد آدم دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، يعني ورثنا الخطية وورثنا الموت، هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع. عشان في قصة كده تسمعوها، احنا ورثنا الخطية، ورثناش الخطية، ورثنا الخطية بخطية الواحد، ورثنا الخطية ودخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت، فخدنا الخطية وخدنا الموت إذ أخطأ فيه الجميع. طيب تتحل إزاي يا رب؟ تتحل إزاي يا رب؟ المدفونين معه في المعمودية. زي ما احنا ما كانش لينا ذنب في ان احنا اتولدنا في الخطية، ايضا بالنعمة مجانا خدنا الحرية وخدنا البر، فخدنا صورة الجديدة اللي اتولدنا عليها والطبيعة الجديدة في المعمودية. فدي نقطة مهمة خالص خالص خالص، وعايزكم تحفظوا آية واحدة بس النهاردة. الله، هنحفظها دي، الله بين محبته لنا. الله بين محبته، هو بيحبنا بس عايز يفرحنا، يعمل ايه؟ الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. عايزين نوزع هدايا، لو حفظوا دي نوزع هدايا على الكل، اتفقنا؟ وحتى اللي في النت برضو لو قالوها كويس نبعت نودي لهم هدية، مش عارف ازاي بس الله، احفظوا دي، يقولها دايما كتير، الله بين محبته لنا. ادي 4 كلمات. تاني، الله بين محبته لنا. تاني، الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه، ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. 4 و3 و3 10. الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. هي انت شطار قوي يعني، برافو عليكم. رزع هدية. هذا البر وهذه القداسة، احنا كنا خطاه والمسيح مات لأجلنا. افرح وافتخر بصليبك، افرح وافتخر بمسيحيتك، دي عقيدة. ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. فكل ما تيجي تفتكر موت المسيح وقيامته تقول له ايه؟ اشكرك يا رب، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب على صليبك وعلى فدائك. تعالوا نحفظ شوية حاجات حلوة حصلت لنا بالبر. أنا إيه الفايدة لما أنا حصل لي البر الذي في المسيح يسوع؟ إيه الفايدة اللي رجعت لي؟ نمرة 1، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام. أول حاجة كان عندنا مشكلة إن الخطاة يروحوا الجحيم، النفس التي تخطئ هي تموت، خلصت. طب وإحنا دلوقتي في المسيح يسوع وارثون الحياة الأبدية، نحن ورثة الله ووارثون مع المسيح. ياه، ايه ده؟ دي حقيقة. حقيقة. انت بقى مش مصدق، او انت بقى لسه الايمان بتاعك بطاقة شخصية مش عارف الايمان بجد. لا، هو الايمان الحقيقي ان الله بررنا بدم صليبه واعطانا الحياة الابدية. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب على نعمتك. ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. هنقولها كتير عشان تحفظوها. اول حاجة من ثمار البر، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام. النهاردة حضراتكم جايين الكنيسة كلنا فرحة، كلنا رجاء،
كلنا فرحة وطمأنينة وسلام مع الله. محدش فينا مرفوض، محدش فينا مكروه، محدش فينا منبوذ. كلنا أبناء الأحباء. أبونا هو معدي كده، ازيك يا فلان، أهلا يا ابني، ازيك يا حبيبي، أهلا بيك، محبوب ومقبول. ليه يا رب؟ قال أصل المسيح فتح باب الهيكل عشان يقبلنا كلنا. يعني أنا محبوب، أيوة. أنت مقبول، أيوة. طب ده أنا كنت في الخطية والنجاسة، يقول لي يا ابني اجري بس على باعترافك، بس اعترف وتوب، يلا خش تاني. يعني أنا مدعو للقداسة، مدعو للبر الذي في المسيح يسوع. مدعو للبر الذي في المسيح يسوع. نمرة 1، سلام مع الله. تاني نقطة، إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى ونحن مصالحون نخلص بحياته. العهد الجديد اللي عمله معانا المسيح بالبر الذي في المسيح يسوع عمل إيه؟ خلانا نجري الصبح على القداس نتناول جسده ودمه، نخلص بحياته. أنا شايف المس بتكتب هنا، برافو عليكي. نمرة 1 لنا سلام مع الله. نمرة 2 نخلص حياة أبدية، نخلص بحياته، نخلص نروح السماء. مين فينا بيعمل خطايا صعبة يجري بسرعة على أب اعتراف يقول له أبونا حللني، يقول له تايب يا حبيبي وقعدت مع ربنا وتايب عن خطيتك، يقول له أيوة يا أبويا، يقول له الله يحلك يا ابني، تيجي بكرة الصبح عشان عندنا القداس. جسد المسيح يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية. إيه ده؟ حياة أبدية لمن يتناول منه. أشكرك يا رب، نخلص بحياته. أشكرك يا رب. كل دي بركات، كل دي نعم. يعطينا سلام، يعطينا حرية، يعطينا مصالحة، يعطينا خلاصا بحياته. في كلمة جميلة قوي القديس بولس بيقولها، لأننا به نلنا روح التبني. انتوا عارفين احنا بقى اسمنا ايه؟ برافو عليك، أبناء الله. ايه؟ قولها لحد تاني مش مسيحي، ده بجد. ايه يا استاذة، ايه يا استاذ، ده كلام. انت تقولها بافتخار ان الله ابويا، يا ابا الاب، ابانا الذي كل يوم، ابانا ابويا الذي في السماوات. يا ابويا، ايه القوة والافتخار ده؟ المسيح بررنا. وهحفظكم آية جميلة خالص بس طويلة، دي طويلة، دي لا دي طويلة قوي. احنا حفظنا الآية اللي هي في آية تانية صعبة خالص، هتحفظوها. الرب برنا، الرب برنا في أرمية. الرب برنا، الرب برنا 33 في أرمية. الرب برنا، المسيح برنا، يسوع المسيح برنا. واللي فيكم النهاردة يروح يقرأ إصحاح 8 في رسالة روميا. إصحاح 8 في رسالة روميا يقول كده: لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. إيه ده، أنتوا حافظينها، برافو عليكم. وإذ قد أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب، حرية مجد أولاد الله، ونحن ورثة الله ووارثون مع المسيح، إذ لم تأخذوا روح العبودية للخوف. إيه الكلام الحلو ده؟ دي ثمار ودي بهجة
العهد اللي احنا فيه، بس احنا مش واخدين بالنا، مشغولين بالبطاطس والحاجات، فمشغولين قوي، فملهيين عن فرحتنا وعن كينونتنا وعن البر اللي احنا عايشين فيه. يبقى تاني نقطة كانت ثمار البر. عارفين لما بولس الرسول سمع عن ثمار البر دي وحضر المحاضرة دي وقعد يقول يا خبر، المسيح ادانا السلام وادانا المصالحة وادانا الخلاص وادانا الغفران وادانا الأبدية وخسرنا وارثين مع الله وادانا 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 وادانا، راح قال لك ايه؟ يا خبر، من يفصلني عن محبة المسيح؟ في رومية 8. عرفتوا قالها ليه؟ عرفتوا قالها ليه؟ لما قعد يقول حصل ده كذا وكذا وكذا، الرب برنا، عمل معانا وعمل معانا، قال ايه؟ عارف يا ابونا، من يفصلني عن محبة المسيح؟ أشدة، ضيق، اضطهاد، جوع، عري، خطر، سيف. إننا من أجلك يا رب نمات كل النهار. وطبعا لما نقول الكلام ده نقول يا بختك يا ابو سيفين، يا بختك يا ابو سيفين. امال انتوا كنتوا بتقولوا التمجيد ليه؟ لانه لا فرق معاه لا جوع ولا عري ولا خطر ولا سيف، من اجلك نمات كل النهار، يتجلد ويتضرب ومفيش مشكله خالص. ليه يا ابو سيفين؟ يقول من يفصلني عن محبه المسيح؟ الله بررني وقدسني ودعاني للأبدية، ايه يفرق معايا شوية جوع ولا شوية مشاكل؟ هعيشهم، بس وانا عيني على الأبدية. في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. بص بيقول عن ربنا ازاي؟ بيقول ايه؟ يعظم انتصارنا بالذي، ده بيحبني، الله بيحبني، ضيق وتعب وألم بس بيحبني. يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، فأني متيقن، شوف بولس الرسول، أنا متأكد أنه لا موت ولا حياة. طب ماشي، دي كويسة. بص يكمل يقول ايه؟ ولا ملائكة ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلني عن محبة المسيح. حتى الملائكة ماشي، وأنا بصلي وظهر لي ملاك، معلش أنا آسف، أنا مشغول بربنا. مفيش حاجة شغلة خالص. أنا بحب المسيح أوي. من يفصلني عن محبة المسيح؟ فدي الترنيمة اللي قالها بولس الرسول. وفي الآخر عند تيموثاوس يقول كده إيه؟ في تيموثاوس الثاني: قد جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي، حفظت الإيمان، أخيرا وضع لي إيه تاني؟ اسمه إيه؟ وضع لي إيه؟ إكليل البر. رجعنا للمحاضرة. أخيرا خلصت الحياة بتاعتكم المتعبة دي اللي فيها البطاطس والمشاكل، وده زعلان وده متضايق، والصحة والضغط والسكر وزعلني وضايقني. أخيرا تحط راسك كده وتقول إيه؟ أخيرا قد وضع لي إكليل البر. أشكرك يا رب. يلا نبدأ الجهاد إخواتي الأحباء. لطيف ان احنا نحضر النهضات، وكويس ان احنا نحضر ونرنم ونقول، بس انا دوري ايه في النهضة دي؟ انا محتاج اتعلم من ابو سيفين حاجة، وانا هفضل بس احضر بس كده؟ وانا دوري ايه في حياة البر، حياة القداسة؟ انا مدعو ايضا للبر. تقول لي ما انت قلت لنا ان احنا متبررين مجانا بنعمته بالفداء بيسوع المسيح. بس قلت لك كلمة: الكل ولا من يؤمن؟ من يؤمن. كويس خالص. وانت هتقول لي ايه يا استاذ؟ انا طلع لك البطاقة انا مؤمن، مش كده؟ تعالوا نسمع الآية دي، هتفرحوا بيها قوي.
إذن لا شيء من الدينونة الآن، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. ايه رأيكم في الآية دي؟ لا شيء من الدينونة على الذين هم في المسيح يسوع. ايه رأيكم في الآية دي؟ لو واحد قالها لك، لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع، قل له بعد إذنك ممكن تكمل الآية؟ السالكين ليس حسب الجسد ولكن حسب الروح. اللي يسمع النص الأولاني يقول بس خلاص أنا خلصت، أنا مؤمن، هروح السماء. أقول له طبعا، بس كمل الآية. هل أنت بتشهد للمسيح بإيمانك؟ هل أنت سلوكك حقيقي بتقدم صورة المسيح الحلو، ولا لسانك بعيد عنك، ولا كلامك، ولا أفكارك؟ شفتوا الجزء التطبيقي بقى؟ احنا بندرس العقيدة مش عشان نكون أساتذة لاهوت ونرد على الناس ومش عارف، لا 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 لا، احنا بنفهم العقيدة علشان نعيش ده. أنا لما أفهم إن المسيح بررني بصليبه بالإيمان، أخد البركة دي بالمعمودية نمرة 1، بالقداس، بالتناول و فأنا أعيش كما يحق لإنجيل المسيح. لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد ولكن حسب الروح. سؤال، وعظة جميلة وكلام الإنجيل حلو قوي. احنا قلنا على فكرة دلوقتي 8 إصحاحات، احنا شرحنا 8 إصحاحات في روميا. اللي شاطر فيكم حابب يرجع ويذاكر تاني، ده الإيمان، ده الإنجيل، ده الإنجيل. كويس؟ طيب مين يقول لي نعمل ايه بقى عشان نتمتع بالبر ده؟ سامحني يا ابويا، انا في البيت بتاعنا ما عنديش البر ده. ليه يا حبيبي؟ يقول لي بنتخانق وبنزعق وما بنقفش نصلي مع بعض. قول له طب ما يلا دلوقتي، ما يلا النهارده تسلك بالبر الذي في المسيح يسوع. ما تيجي النهارده تقدس البيت، ما تيجي النهارده نبدأ في حياة البر. أما البار بالإيمان يحيى. البار ده مش كلام، أما البار بالإيمان يحيى، يعيش. الإيمان العملي هو مش إيمان نظري بالحقيقة نؤمن، لا، ده إيمان عامل، إيمان عامل بالمحبة. اسلكوا بالبر. أسأل نفسي، هو أنا لما اتخانقت معاهم في البيت، هو أنا لما اتكلمت الكلام الفاضي ده، هو أنا لما قعدت عملت شات في البتاع ده، هو أنا لما قعدت اتفرج في الحاجات ده، هل كان سلوكا بالبر؟ البر يعني القداسة اللي ادهاني مجانا، اللي ادهاني مجانا بنعمته، أنا استمتعت بيها ولا حياتي بعيدة عن البر؟ اسلكوا بالبر. الكتاب يقول كده: أما ثمر الروح في أفسس، أما ثمر الروح فهو في كل صلاح وبر وحق. صلاح وبر وحق، الثلاث حاجات دول تاخد كم من 10؟ يلا كل واحد فينا ياخد كده درجة. الصلاح إنسان صالح يقدم الخير للآخرين، يساعد الآخرين، إنسان صالح. والبر اللي هي القداسة والنقاوة. الحق حقاني، تاخد كم من 10؟ يلا 3 حاجات اهم. يلا نروح ونحط ورقة كده ونقول حياة الصلاح. إنسان هل أنا إنسان صالح في أسرتي وزوجتي؟ وقف قدام ربنا يقول لي: أيها العبد الأمين، برافو عليك، أنت شاطر،
خدت بالك من زوجتك ومن ولادك، برافو عليك، انت كنت امين جدا، خش السما. انت حافظت على زوجتك انت كنت جدعة جدا، ساعدتي جوزك رغم انه كان عصبي، ورغم طولتي بالك عليه، قدمتي صلاحا في البيت. هل بيلاقي البيت هادي؟ هل سلوككم صالح ام في حاجات مش مظبوطة؟ ثمر البر، اقدر اعرف حضرتك بارا ولا لا من الثلاث كلمات دول. ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. حق دي غلط، انا اسف، انا غلطان، حقك عليا، انا متاسف ابونا، انا متاسف اتكلمت في حقك كلام مش حلو، ده حق. الفلوس دي مش بتاعتي، حق. الموضوع الفلاني ده مش مظبوط، حق، حقاني. طب البر، قداسة لسانك وقداسة كلامك وقداسة فكرك وقداسة قلبك وقداسة طريقة تفكيرك. أخبار القداسة إيه؟ التي بدونها لن يرى أحد الرب، ده الشرط. ناخد كم من 10 في القداسة؟ يلا حط قدامك السنة دي واجب، يلا اشتغل. أنا فعلا عندي مشكلة في اللسان، أنا عندي مشكلة في الكلمات، أنا عندي مشكلة في الأفكار، يلا نشتغل. ولا هي وعظاته بنحضر نهضات وكل سنة وانت طيب ونمشي؟ أبدا أبدا. الله يرسل لينا كلمات، الله يرسل لينا تعليم في النهضات دي عشان يقول لنا خدوا بالكم، أنا قلت لكم، أنا بعت لكم، أنا كتير كنت بقول لكم، انتوا خدتوش بالكم ليه؟ أنا كنت ببعت لكم كتير. البر الذي في المسيح يسوع. الصلاح، صالحا تقيا نقيا، تعامل مع الناس بلطف باحترام بتقدير. تعالوا نحفظ الآية ونراجعها تاني مع بعض ونقول: الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. لا، في ناس مش بتقولها كويس، لا نص نص. نقول تاني: الله بين محبته لنا ونحن. الناس اللي فوق بتقول أحسن من اللي تحت، أنا سامع اللي في البلكونة دول بيقولوا حلو جدا جدا جدا. نقول تاني: بين ونحن. بشكركم جدا على وجودكم وتشريفكم وحضوركم النهارده. كل سنة